فيديو جديد. احنا مش عايزين لا فراخ ولا لحمة، احنا النهاردة هنعمل كشري، بس مش اي كشري، هو الكشري بتاع محلات ابو طارق المشهورة والمعروفة. جبنا كل الاسرار والتركات بتاعتها النهاردة. حرفيا الطبق اللي عندنا ده طبق كبير جدا، يعتبر ما يكملش حتى نص التمن اللي احنا بنروح نشتريه من بره. النهاردة كل الاسرار. تعالوا معايا في فيديو جديد، وخليكي معايا لاخر الفيديو، هتطلعي احلى طبق كشري عمرك ما طلعتيه. عندنا نسمي الله طبعا ونصلي على سيدنا محمد ونترحم على جميع امواتنا ويخلي لنا كل عزيز علينا يا رب. عندنا كيلو من البصل، تقريبا بيعملوا من 6-7 بصلات، ما تقلقيش ده يعني هو ده السر الاساسي اللي بيطلع لنا الطعم التحفه بتاع الكشري. بنزل عليه قد ايه بقى؟ عليه حوالي فنجان من الخل، فنجان بتاع القهوه الصغير دي، عبيه خل وحطيه على البصل. طبعا بتكوني مقطعاه جوانح، بتقلبي كويس جدا، وهو ده سر القرمشه بتاع البصل. لا تقولي لي دقيق ولا تقولي لي نشا، الخل. بعد كده عندي كميه محترمه في حله، كميه محترمه من الزيت، قد كوبايه زيت كبيره. مهمه جدا النقطه دي، لان الزيت ده هو اللي هنوزعه على كل بقيه المكونات بتاعه الكشري بتاعي. باخد بقى بنزل عليه كمية البصل الكبيرة بتاعتي دي، وبروح احطه على النار لحد ما ياخد لون ذهبي او اغمق شوية من الذهبي. البصلة دي لتاني يوم بتفضل مقرمشة، واتحداكي ان هي تطرى. عندي بقى العدس بحطه في حلة سخنة، مية سخنة، واسلقه من غير ولا اي حاجة. عايزة تحطي عليه بصلة او وتوم وفص توم، ماشي زي ما انت عايزة. شايفين البصلة طالعة رايقة ازاي وكلها تحس ان هي مقرمشة، هو ده اللي احنا عايزينه. عندنا نوعين من المكرونة، اللي هي الصغيرة والسباكيتي، طبعا بسلقها سلقة عادي جدا في معلقة من الملح. وبعد كده باخدها وبصفيها وبسيبها على جنب. عارفين الزيت بتاع البصل؟ باخد منه شوية وبحطه في حلة على جنب. هنزل عليها بالشعرية بتاعي، حوالي يعني كوباية من الشعرية. دلوقتي انا بوريكم العدس استوى وهاخده اصفيه. بعد بقى برجع للشعرية، بعد ما الشعرية بتاعتي تاخد لون حلو، بنزل عليها بالرز. بص، نفس وصفة الرز بالشعرية بالظبط، بس الفرق ان الزيت اللي احنا حاطينه هو زيت شارب من ريحة وطعم البصلة اللي احنا حمرناه فيه، يعني بتدي ريحة مش عايزة اقول لكم. بقلب بقى تقليبة كده مع بعضها، وبعد كده بحط عليه المية بتاعته، وبحط بس شوية من الملح وشوية من الكمون خفاف جدا. بحط بقى بعدها الملح، اللي بتظبطي الملح بقى اللي انت عايزاه. انا عندي معلقه صغيره، بحط بعد بس معلقتين من الملح، وبحط معلقه من الكمون، وبقلب كده كويس، وبزود بقى الميه بتاعته العاديه اللي هي ايه، بنسوي فيها الكشري بتاعي. عندي بقى هصفي العدس بعد ما خلصته بقى واستوى كويس جدا، باخده وبصفيه وبحطه عندي على جنب في حله تانية. بصي، في نقطة، النقطة دي ممكن تهرسي العدس. انت لو لاحظتي في المحلات اللي بره بيجيلك العدس مش صحيح كده، بيجيلك مهروس. تقدري تهرسيه كده بالشوكة، يعني هيطلع بالظبط زي المحلات، بس انا ما حبيتش منظره كده بصراحة. يعني ايه، هرسته كده نص هرسة خفيفة جدا مش كتير. بحط عليه بقى ايه، بحط عليه معلقة من الملح، بحط معلقة من الكمون، بحط معلقة من الكزبرة، وايه كمان، وهنحط شوية من الزيت بتاع اللي احنا حمرنا فيه البصلة. وبيكون كده عندي العدس جاهز، ما بحطوش مع الرز، بتحطيه على جنب. لما بنروح ناكله من بره بناكل بيكون العدس لوحده. بقلب كده مع بعض كويس، وبحط عليه بقى زي ما قلت لكم شويه من الزيت. عشان كده قلت لكم في اول الفيديو لازم يكون كميه زيت حلوه، يعني قد كوبايه كبيره بتاعتي. شفتي كوبايه العصير بتاعتنا اللي احنا بنقدمها، حطيها واقلي فيها البصله. بس كده وكده عندي يعتبر العدس جاهز وتمام. عندي بقى شوية برضو من الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل، هننزل بقى عليها بايه، هننزل عليها بمعلقة من الثوم الكبيرة. طبعا احنا هنعمل دلوقتي الصلصة. بعد كده بحمر الثوم شوية تحميرة خفيفة، مش طبعا مش تغمقيها. بتنزلي عليها بكزبرة، شايفين زي بتاعة الملوخية كده. بنزل عليها بمعلقة من الكزبرة، بنزل عليها بمعلقة كبيرة من الصلصة، وبعد كده بنزل عليها بعصير الطماطم حوالي كيلو. طبعا برضو الكمية اللي انتي تحبيها.
بنزل بقى عليها بالتوابل. عندي بصل باودر، عندي توم باودر، عندي شطة، عندي كمون وكزبرة اللي هو المكون الأساسي في الوصفة. باخدها ارجعها على النار عشان تتسبك. هنحضر بقى الايه، هنحضر للدقه بتاعتنا. دي هنحضر للشطه الاول قبل الدقه. هحط برضو شويه من الزيت بتاع اللي حمرنا فيه البصله. بحط بقى معلقه من الشطه كده تتحمر شويه على النار، وبعد كده انزل عليها بشويه من الصلصه اللي احنا جهزناها. بالنسبه للدقه بحط شويه من الميه، بنزل عليها بالزيت برضو بتاع البصل، وبنزل عليها بمعلقة من الثوم المفروم. المية لازم تكون سخنة، تكوني غلياها. وبعد كده بنزل عليها بقى كمون، وبنزل عليها كزبرة. ممكن تحطي شوية شطة صغيرين، بس احنا اكتفينا ان في كمان احنا عاملين شطة على جنب. وبحط عليها الزيت، ما تنسيش الزيت اهم حاجة بتاع اللي احنا حمرنا فيها البصل. وكده بتكون عندي الدقة جاهزة. كده الدقة جاهزة، كده عندي الرز ده استوى، عندي العدس كمان جاهز. طبعا نسيت اقول لكم كمان في بنحط كمان الخل، طبعا دي اخر نقطة. هنبتدي بقى في التقديم بتاعنا. هحط بقى الرز بتاعي وافرده في الطبق بتاعي. الطبق ده كبير يعني كميته كبيرة. وهحط طبعا العدس عليه، وطبعا هحط المكرونه، وهحط عندي شويه من الحمص كنت سلقاهم. عادي جدا تقدري تسلقيهم سلقه عادي مع شويه مع بصله وتوم وطماطم، وتسيبيه لحد ما يستوي وتحطي عليه الملح والكمون. عندي بقى شايفين البصله مقرمشه وجميله جدا. مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي، يعني لو قد ما حلفتلكوا هتقولوا كانكم فعلا من بره تمام. انا ما غيرتش الوصفه دي من بعد ما اتعلمتها. مستحيل اعمل الكشري باي طريقه غير دي. بعد كده بقى بحط الصلصه بتاعتي، واحط بعد كده بقى شويه من الدقه كده. وعايزه بقى تزودي شطه زي ما انت عايزه، حبيتي بقى تحطي في اطباق كده صغيره، وتحطي الدقه زي كده لما بنشتريه من بره في ازازه صغيره وكمان الشطه في ازازه صغيره. يا سلام، مفيش اجمل من كده. بجد الوصفه اتمنى الفيديو يعجبكم، والوصفه تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. واشوفكم في فيديوهات جديده، واشوفكم على خير. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي. وشكرا لكم على كل حاجه، واشوفكم على خير. سلام عليكم.